السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. اهلا بك يا ابو صاحب، فيديو جديد معاك احمد من قناه الدك. فيديو النهارده يا صاحبي بكل بساطه جايب لك النهارده طريقه اضافه نادي بايرن ميونخ داخل لعبه فوتبول ليجا بطريقه سهله جدا. فهنبدا دلوقتي في الطريقه، بس صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويثبتهم. تالت حاجه يعني روق عليا بلايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. تمام يا ابو صاحب، ركز معايا بقى عشان اقول لك ازاي هتقدر تضيف الاطقم وتضيف الشعار واطقم الحراس وكل حاجه. لو فتحت الوصف يا صاحبي هتلاقي رابط على تليجرام، لو ضغطت على الرابط دوت هيحولك على قناة التليجرام عندي. بعد ما تفتح الرابط يا صاحبي هيظهر لك الواجهة اللي قدامك ده، هيجيب لك الرسالة بالشكل اللي قدامك دوت. عندك هنا القناة فيها 684، ما تنساش أول حاجة طبعا يعني تنضم للقناة. ويا صاحبي هتلاقي المنظر ده قدامك. يعني عندك هنا الشعار والطقم الأساسي والطقم التاني والطقم التالت وأطقم الحراس الأول والتاني. تعالى بقى ناخد أول حاجة لينك الشعار، هتدوس عليه ضغطة مطولة. بعد كده نسخ الرابط. بعد كده هترجع للعبة. بعد كده بالصحابة هتدخل بقى على واجهة الخطة بتاعة بايرن ميونخ. بعد كده هتيجي على كلمة تغيير اللاعب. بعد كده هتيجي على كلمة تغيير الفريق. وهتيجي هنا على أيقونة الشعار بتاعة البايرن أو الفريق. وهتروح عامل لاصق اللينك هنا وتدوس موافق. ثانيتين يا صاحبي بالضبط هيظهر معاك الشعار زي ما هو ظاهر قدامك كده. هتيجي هنا على الاسم بقى وهتسميه بايرن ميونخ. يعني خلّيني أكتبه مثلًا بايرن ميونخ. بس هادوس موافق. وكده يا صاحبي غيّرنا الاسم وضفنا الشعار وكل حاجة. تعالَ بقى نجيب أول طقم للاعبين. تمام يا صديقي، أول حاجة بقى هتاخدها لينك الطقم الأساسي، تاخده نسخ. بعد كده تروح للعبة. بعد كده برضه يا صديقي هتفضل برضه في نفس الواجهة وهتيجي هنا على كلمة تغيير القميص. هتيجي هنا للطقم الأحمر هتدوس على أيقونة القلم. بعد كده يا صاحبي هتعمل لاصق لللينك هنا وهتدوس موافق. كده يا صاحبي الطقم الأساسي الأحمر ظهر معاك بالشكل اللي قدامك دوّة. تعالَ بقى نجيب تاني طقم للاعبين. الطقم التاني يا صاحبي عندك هنا طقمين، عندك الطقم التاني والطقم التالت. التاني دوّة اللي هو الأسود اللي هو المشجر يعني فيه زي الكهربا كده، والطقم التالت اللي هو الأبيض بخطوط حمرا دوّة. فأنا دلوقتي هاخد مثلًا الطقم التالت اللي هو الأبيض. هاخد نسخ الرابط. بعد كده هاروح للعبة. بعد كده يا صاحبي هتيجي على الطقم التاني اللي هو الأسود هتدوس على أيقونة. هتعمل لاصق اللينك هنا وهتدوس موافق. كده يا صاحبي ظهر معانا الطقم الأبيض برضه زي ما هو ظاهر قدامك بالشكل المميز دوّة. تعالَ بقى نجيب أول طقم للحراس. هتيجي هنا يا صاحبي على أول طقم للحراس هتاخده نسخ. بعد كده هتروح للعبة. بعد كده يا عزيزي هتيجي برضه على الأيقونة بتاعة الطقم. وهتعمل لاصق اللينك هنا وهتدوس موافق. كده يا صاحبي ظهر معانا الطقم الأول للحراس. تعالَ نجيب آخر طقم للحراس. تمام يا أبو الصحاب، هتيجي هنا تاخد آخر لينك دوّة هتاخده نسخ. بعد كده هتروح رايح للعبة. وهتيجي يا صاحبي هنا على آخر طقم دوّة هتدوس على الأيقونة بتاعته. بعد كده هتعمل لاصق لللينك هنا وهتدوس موافق. وبكده يا صاحبي أقدر أقول لك مبروك عليك، نادي بايرن ميونخ بالكامل داخل لعبة فوتبول ليج. نقلنا الشعار وقدامك الأطقم أهي، الطقم الأحمر والطقم الأبيض التالت والطقم الأسود للحراس الأول والطقم الأحمر برضه للحراس. كده بقى ما فضلش حاجة غير إني أستعرض معاك كل حاجة دلوقتي. لو عايزين برضه صور اللاعبين ما تنساش برضه اكتب لي في الكومنتات تحت، وأنا هانزل فيديو بصور اللاعبين. تمام يا جدعان، دلوقتي جينا لاستعراض الأطقم. عندك هنا الشعار صعب زي ما ظهر قدامك كده، يعني الشعار الأساسي. ولو دوست هنا على تغيير الأطقم هييجي لك الأطقم بالكامل. ده الطقم الأبيض اللي هو التالت، يعني التالت للفريق أو التاني للفريق مش متأكد، بس ما علينا، ده شكل الطقم. وده برضه الطقم الأول اللي هو الأساسي الأحمر اللي بيلعبوا بيه. فده كان برضه استعراض للأطقم عشان يعني تعرف أنت هتنقل إيه وتعمل إيه، عشان برضه الطقم الأسود يعني ممكن يكون أفضل من دوّة، لأجل إن هو إيه، لو كان ده كلّه أبيض كان هيكون كويس، لكن الشورت أحمر والشراب مش عارف، ما أعرفش ده الأساسي والّا لأ، بس يعني الأسود برضه هيكون شكله جميل. المهم يا صاحبي وصلنا كده للنهاية، فما تنساش تروق عليَّ، وبس كده يعني اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين أطقم عن أندية تانية. يالّا سلام.